هنبدأ فيلمنا مع اتنين متجوزين وبيحبوا بعض وهما فيك وميليندا وعندهم طفلة اسمها تريسكي. وميليندا كانت بتلبس علشان رايحة حفلة في بيت صاحبتها ماري وبتنده على فيك علشان يختار معاها الفستان اللي هتلبسه، بس بيبان عليه انه مش مهتم. وبتيجي جليسة الأطفال علشان تقعد مع تريسكي لما يخرجوا، وبيروحوا الحفلة وبيشوف فيك مراته وهي رايحة تسلم على واحد اسمه جول وبتحضنه، وبيقعد يراقبهم فيك لغاية ما بيلاقيهم خرجوا بره الحفلة وبيبوسوا بعض. وبيبان ان فيك مش متأثر زي ما يكون متعود على كده. وبتقابله ماري صاحبة الحفلة وبتقول له انها صاحبته ومش عايزاه يبقى مغفل، وانها عارفة انه بيحب مراته جدا. وفجأة بيجي واحد صاحب فيك وبيقول له ان مراته سكرانة وبترقص وهي واقفة على البيانو. وبيروح فيك بسرعة علشان يشوفها بس مش بيمنعها. وبيبان ان ميليندا شخص بيحب انه يظهر ويلفت الانظار في كل مكان. وبيروح فيك علشان يجيب حاجه يشربوها، بس بيلاقي جول قدامه وبيتكلموا شويه مع بعض. بس فجاه بيساله فيك لو يسمع عن مارتن اللي اختفى من المدينه، فبيقول له جول انه شخص مفقود من مده والشرطه بتدور عليه. بس فجاه بتتغير ملامح فيك وبيقول له انه كان صديق مراته برضه، فبيخاف جول وبيحس بالتهديد. وبيقول له فيك ان هو اللي قتل، ولو مش مصدق خليك مصاحب مراتي. فبيترعب جول وبيسيب الحفله، وبتزعل ميليندا علشان جول مشي وسابها، وبتبقى حاسه ان فيك قال له حاجه. ولما بتساله بينكر ده. وبعد كده بتقول له ميليندا انه شخص ممل، وبيظهر ان فيك شخص هادي جدا وبيستحمل ميليندا علشان بيحبها. ولما بيوصلوا البيت بيحاسب فيك جليسة الاطفال، بس بتطلع ميليندا وهي شبه عريان علشان تعمل قهوه. بس بيزعق لها فيك وبيقول لها انه ما يصحش تعمل كده قدام جليسة الاطفال اللي بتكون مكسوفه جدا. وبتتضايق ميليندا من جوزها بسبب تصرفاته، بس بيدخلها وبيقول لها انها المره الجايه المفروض تختار راجل اذكى من جول. فبتساله لو بيحبها علشان ذكيه، وبيقول لها ان ده سبب من الاسباب. بس ميليندا بتقول له انه عمره ما حسسها بكده، وان دايما بيحسسها انها اقل منه عكس جول اللي بيحسسها بقيمتها. وبتقول له يخرج بره ويقفل الباب وراه. وبينزل بعد كده فيك للقبو بتاعهم، وبيكون بيحب الحلزونات جدا لدرجه انه مربيها في بيت. وتاني يوم بيكون فيك مسؤول عن كل حاجه في البيت علشان ميليندا مش مسؤوله عن حاجه. فبيعمل الاكل وبيغسل المواعين وبيجهز تريسكي وبيوديها للمدرسه كمان. وهناك بيقابل واحده صاحبته وبتساله عن جريمه القتل اللي عملها، فبيقول لها هي عرفت منين. فبتقول له ان جول قال للبلد كلها انك قتلت مارتن وكمان عاوز تقتله، بس بتقولها بصيغه هزار لانها عارفه انه ما عملش حاجه. وبعد كده بيقعد فيك مع اصحابه وبيقولوا له انه لازم يسيطر على مراته شويه لانها بتتباهى بعلاقاتها الكتير. بس فيك بيقول لهم ان مفيش علاقه ولا حاجه، دي مجرد زماله. ولما بيروح بيلاقي مراته بتعيط على فقدان مارتن صاحبها، فبتتخانق معاه على الكلام اللي قاله لجول. بس فيك بيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش عارف انه هياخد الهزار جد، بس بتقول له انه يعتذر لجول لما يجي لانها عزمته على العشاء يوم الجمعه علشان مسافر السبت. وبيتصدم فيك من مراته اللي هتعزم عشيقها على العشاء في وجود جوزها. وبيجي يوم الجمعه وبيجي جول وبيفتح له فيك الباب، واول ما بيشوفه جول بيترعب وبيسأله على ميليندا، فبيقول له انها خرجت وهيقعدوا شويه مع بعض. بس جول بيخاف ومش بيرضى يدخل لغايه ما بيضحك فيك في وشه وبيقول له انه بيهزر. وبيدخل جول وبيكون فيك هو اللي عامل الاكل، وبيكون طالب سمك لانه عارف ان جول عنده حساسيه منه، بس بيمثل انه ما يعرفش. وبتسأله بنته عن جول، فبيقول لها انه صاحب امها زي مارتن كده. بس تريسكي بتكون عارفه طبيعه العلاقه ما بينهم وعلشان كده بتكون مش طايقاه. وهم قاعدين بيتغدوا بيقول لهم جول على البلد اللي هيروحها علشان فيها الشغل الجديد. فبتقول له ميليندا انها نفسها تروحها، بس جول بيقول لها ان البيت مش هيسعهم. بس فيك بيقول له انه هينزل في فندق اكيد، وبيكون متعصب. وبتبقى ميليندا طول الوقت بتحاول تستفز فيك، بس المرة دي بيكون فيك هادي خالص وبارد. وبيقعدوا يجيبوا في سيرة مواقف محرجة لبعض قدام جول. وبعد كده بتطلب ميليندا من فيك انه ياخد تريسكي علشان ينيمها ويحكي لها حدوتة قبل النوم، وبتعمل كده علشان تقعد مع جول لوحدهم. وبيطلع فيك ينيم تريسكي، ولما بينزل بيلاقي مراته بترقص مع جول، فبيدخل المطبخ علشان يعمل ازعاج وبيقول لها انه هيغسل المواعين. بس ميليندا بتستفزه اكتر وبتخليه يودي مشروب لجول، وبتطلع اوضتها وبتقول له يقعد معاه شويه. وبيروح فيك لجول وبيقول له جول ان المفروض يعتذر له على الكذبه اللي قالها له، فبيقول له انه ما كانش بيكذب علشان يعتذر له. وبيقول لجول ان التاكسي بتاعه وصل، فبيقول له هو خايف انه ما طلبش تاكسي، فبيقول له لا طلب وانت لازم تمشي دلوقتي. فبيخاف جول وبيمشي. وتاني يوم بيكونوا مجتمعين كلهم عند ماري، وبتكون ليندي موجوده وجوزها مخرج وكاتب سينمائي وبيتكلم عن نفسه وعن اعماله. فبتقول له ميليندا ان جوزها اخترع طياره بدون طيار، وبنعرف ان فيك مهندس ومخترع وبيبان انه عبقري. وبيسالوا المخرج عن اسمه وبيقول له فيك اللي قتل مارتن، وبيضحكوا كلهم وبيقولوا انها نكته سخيفه. وبيكون فيك واقف مع ليندي وبيعرض عليها انهم يرقصوا مع بعض علشان ميليندا تغير عليه. وبيرقصوا فعلا وبتغير ميليندا لانها ما كانتش تعرف ان جوزها بيعرف يرقص. وهم في العربيه بتتخانق مع ميليندا لانه رقص مع
مع صاحبتها وسابها لوحدها. وتاني يوم بتيجي مكالمة الفيك من البنك وبتقول له ان مراته حولت لشخص اسمه تشارلز مبلغ 3000 دولار من حسابه علشان حسابها مش مغطي المبلغ ده. فبيسألهم عن سبب التحويل، فبيقول له انها دروس بيانو. وبيعرف فيك اسمه مدرس البيانو بالكامل، وبيفضل يدور عليه في كل القاعات لحد ما بيلاقيه، وبيقعد يستنى حفلة تشارلز وبيلاقي ان مراته كمان بتحضر الحفلة وبتروح تقعد جنبه وهو بيعزف. فبيمشي فيك وهو متضايق علشان مراته بتعرف عليه راجل تالت، وبيرجع البيت. ولما بترجع مراته من بره بيسألها هي كانت فين، فبتقول له انها كانت بتتعشى مع واحد صاحبها ومش فاكره اللي حصل بعد كده، وبتكون سكرانه ومش في وعيها. وبيبقى فيك سمع في الاخبار عن اكتشاف جثه صاحبها مارتن، فبيقول لها على الخبر، فبتتصدم وبتفضل تعيط وبتكون شاكه فيه. وتاني يوم بيكون فيك بيحضر حفله تشارلز مع اصحابه وبيقول لهم انه مدرس ميليندا. بيبصوا اصحابه لبعض وبيكونوا فاهمين وزعلانين على صاحبهم. وتاني يوم بيشوف فيك تشارلز وهو معاه ورد، ولما بيروح بيلاقي نفس الورد قدامه فبيتعصب وبيرميه. وفي يوم بيكون فيك مستني ميليندا ترجع البيت، بس الوقت بيتأخر جدا لدرجة انه بينام وبيصحى ولسه مراته ما جاتش. وبعد شوية بتيجي ميليندا البيت، ولما بيسألها هي كانت فين مش بترضى ترد. ولما بيسألها عن الفلوس اللي حولتها لتشارلز مش بترد، فبيتخانقوا مع بعض. وتاني يوم بيكونوا عند ماري اللي بتكون عاملة حفلة تاني، وبتعزم ميليندا تشارلز على الحفلة وبيفضل يعزف على البيانو. وبتكون ميليندا عمالة ترقص وتغني معاه، وبيكون فيك متعصب جدا بس بيعمل نفسه مش متضايق قدام ميليندا. فجأة بتختفي ميليندا وتشارلز، فبيدور عليهم فيك وبيسأل ماري، فبتقوله انها في الأوضة اللي فوق، وبيكون خايف لا يكونوا مع بعض. بس للأسف بيشوف مراته وهي خارجة مع تشارلز من الأوضة، وبينزلوا حمام السباحة وبيراقبهم فيك، واللي بيكون بيفكر في حاجة وبيكون متضايق علشان صحابه شايفين مراته وهي مع تشارلز، وبيبقى شكله وحش جدا قدامهم. وبعد شويه الدنيا بتمطر وبيخشوا كلهم ما عدا تشارلز وفيك. وبعد كده يخش فيك البيت بعد ما غير هدومه، وبتدور ميليندا على تشارلز لغايه ما بتلاقيه ميت في حمام السباحه. فبينزل كل اللي في البيت علشان يلحقوه، بس بيكون مات. وبتيجي الشرطه علشان تحقق في اللي حصل، فبتقول لهم ميليندا ان فيك هو اللي قتله، بس اصحابه بيشهدوا انه كان معاهم ومش هيلحق يموته، وبيدافعوا عنه. بس الوحيد اللي كان شاكك فيه هو جوز ليندي، وبيتقفل المحضر انه كان سكران وهم في حمام السباحه ومات غرقان. وبعدها بيروح كل واحد على بيته، وبتتخانق ميليندا مع فيك وبيبقى كالعاده ساكت. وتاني يوم بيسألها لو عاوزه تتطلق، فبتقول له انها الدافع اللي بيخليه يقتل. وبيكون فيك متعود كل يوم يركب عجلته وبيفكر في كل حاجة عملها، وبيفتكر يوم الحفلة وإنه فعلا قتل تشارلز علشان عمل علاقة مع مراته. وفجأة بيلاقي عربية بتراقبه، وبيتأكد لما بيلاقيها ماشية وراه. وفي يوم بيلاقي نفس العربية واقفة قدام مطعم، فبيخش وبيشوف مراته وهي قاعدة مع واحد. ولما بيسألها عنه بتقوله إنه الدكتور النفساني بتاعها، وبيبقى عارف إنها بتكذب وإن ده محقق سري جايباه علشان يراقبه. وبيسأله لو مراته عندها انفصام في الشخصية، فبيضحك المحقق وبيقول له ان هما الاتنين محتاجين علاج نفسي. وقبل ما يمشي فيك بيطلب منه انه يديله الكارت بتاعه علشان لو احتاج علاج نفسي، فبيقول له انه نسيه في البيت. وبيمشي فيك وبيتصل بالبنك عشان يعرف اخر تحويلات عملتها مراته، وبيعرف انها حولت 1000 دولار لحساب صاحبها المخرج. فبيقرر انه يروح له البيت ويسأله عن المحقق الخاص اللي عينه مع مراته ميليندا علشان يراقبه. بس المخرج بينكر علاقته بالموضوع، بس فيك بيقول له على تحويل الفلوس اللي وصل له من مراته. وبتتعصب مرات المخرج وبتهزقه علشان ما يدخلش في حياة فيك تاني. وفي تاني يوم بيشوف مراته وهي بتحضن واحد، وبيكون البرازيلي اللي كلمته امبارح واسمه توني، وانه كان الاكس بتاعها زمان. وبتعزمه يروح البيت وبيقعد يتكلم معاهم وعن شغله وانه مهندس مدني. وبعد كده بيشوفوا فيك في الشارع وبيعزم عليه انه يوديه للارض اللي هيشتريها هو وميليندا، وبياخدوا وبيفضلوا ماشيين في الغابة. ولما بيحاول توني يتصل بميليندا مش بيلاقي شبكة. ولما بيوصلوا بينزل توني وراه فيك وبيحدف فيك عليه طوبة فبيتعور بس، وبعدها بيحدف عليه حجر كبير وبيخليه يفقد توازنه ويقع على دماغه وبيموت. وبينزل فيك علشان يتأكد انه مات، وبياخد محفظته وبيربطه وبيغرقه في المية. وبيرجع البيت وبيكون مبسوط جدا انه انتقم، وبيرجع وهو فرحان وبيلعب مع بنته. وبتسأله ميليندا مراته عن سبب سعادته، فبيقول لها انه بيحتفل بالحياه. وبيسالها عن توني، فبتقول له انه اختفى فجاه وبتكون شاكه فيه بس ما عندهاش دليل. وتاني يوم بتقرر انها تاخد بنتها وجوزها ويروحوا يتغدوا في الغابه. وبعد شويه بيكون فيك مع تريسكي عند النهر، فبيشوف جثه توني وهي عايمه على وش البحر، فبياخدهم وبيروحوا بسرعه من غير ما حد ياخد باله. ولما بيرجعوا البيت بتكون ميليندا بتكلم واحد، ولما بتخلص بيسالها فيك هي بتكلم مين، فبتقول له انه واحد صاحبها جديد. فبيتضايق انه هيضطر يقتل واحد كمان، وبيقول لميليندا انه هيروح يجيب لها الوشاح بتاعها
اللي ضيعته، بس بيكون رايح علشان يداري جثة توني. واول ما بيروح بيحاول انه يداري الجثة، بس بيلاقي وراه المخرج صاحبهم اللي بيكون شاكك فيه، وبيقول له هو بيعمل ايه عنده في البحر. فبيقول له فيك انه بيدور على وشاح مراته، بس بيكون المخرج لجيه ومستغرب انه بيدور في الميه مش في الجنينه. بس فجاه بيشوف جثه توني وهي خارجه من البحر، فبيهرب المخرج بعربيته علشان يبلغ عن فيك، وبيجري وراه فيك بس مش بيلحقه علشان بيكون راكب عجله. وبنروح لميليندا اللي بتخش اوضه فيك اللي مربي فيها الحلزونات، وبتلاقي بالصدفه محفظه توني، وبتعرف ان فيك هو اللي قتل كل الرجاله اللي عرفتهم. فبتحضر شنطتها علشان تاخد بنتها وتمشي، بس بنتها بترمي شنطتها في حمام السباحه، بتقول لها انها مش هتمشي. وبنرجع لفيك اللي بيرمي نفسه قدام العربيه، وبسبب ان المخرج كان بيحاول يبعت رساله لميليندا بيفقد السيطره على العربيه وبيقع من فوق الجبل وبيموت. وبيرجع فيك البيت وبتقول له ميليندا انها شافت توني، وبتكون ميليندا حرقت محفظه توني واي دليل، وقررت انها تكمل بقيه حياتها مع فيك. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوب.